منذ نحو شهرين بدأت وزارة النقل والمواصلات وبالتنسيق مع شركائها في شرطة المرور والإدارة العامة للجمارك والمكوس في وزارة المالية حملة في المحافظات الفلسطينية كافة للتفتيش على المركبات التي تحمل الرقم 31 والمسجلة بأسماء الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة الحاصلين على إعفاءات جمركية، وذلك بهدف وضع حد لسوء استخدام الإعفاءات الجمركية التي يكتشف فيما بعد أنهم قاموا ببيعها لأشخاص آخرين أصحاء. أي مركبة تحمل رقم 31 معفاة من الجمارك بيتم فحص أوراقها من جديد، من يقودها، من مالكها. إذا ثبت أنه فيها تلاعب، خلينا نقول بين قوسين تلاعب، تحول إلى الجمارك العامة من أجل استيفاء جماركها. الشاب زياد عمر يعاني من إعاقة بصرية كاملة، لم يجد في الآلية الجديدة لمعالجة الإعفاءات الجمركية أي جديد، فهو ورغم حاجته الماسة لمركبة خاصة تقله من وإلى عمله في وزارة الشؤون الاجتماعية، إلا أنه لم يحصل على إذن من الجهات المعنية لمنحه إعفاء جمركيا. فالآليات القديمة للإعفاءات استثنت عمرو وأمثاله ممن يعانون من إعاقات بصرية وسمعية من الإعفاءات الجمركية، وهي مخصصة فقط لمن يعانون إعاقات حركية تتعدى نسبتها 60%. قانون حقوق المعوقين رقم 4 لعام 99 يعطي جميع الأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الحصول على إعفاء جمركي، ولكن اللائحة التنفيذية التي هي أدنى من القانون من ناحية قوة الحجة تحرم الأشخاص ذوي الإعاقة البصرية وأيضا السمعية من الحصول على المركبات. لماذا هذا الحكي أو هذا السؤال يجب أن يتوجه إلى الجهات العليا التي ترفض التعاطي مع قضية الأشخاص ذوي الإعاقة. الاتحاد الفلسطيني لذوي الاحتياجات الخاصة أقر عبر مناشدة لوزارة النقل والمواصلات بوجود سوء في استخدام الإعفاءات الجمركية الممنوحة لهذه الفئة، إلا أنه أكد في المقابل أن عددا كبيرا ممن حصلوا على الإعفاءات ملتزمون بالقانون ولا يجوز أخذهم بجريرة المخالفين. حفظا لكرامة المعاق ومنعا لاستغلاله واستغلال إعفاءاته الجمركية التي يحصل عليها من قبل الحكومة من بعض الأشخاص الأصحاء، وضعت بعض الوزارات السبل والوسائل لمعالجة سوء استخدام الإعفاءات الجمركية لأشخاص ذوي الإعاقة. رغد عطمة، فلسطين اليوم، رام الله، فلسطين المحتلة.